السلام عليكم، فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في تمام الصحه والعافيه. صراحه هذا الفيديو هذا مميز، واي كتمنى تشوف وليداتها بهذه القوه وبهذه الصحه. كيف ما كتشوفوا اليوم تبارك الله ما شاء الله، ربي يحفظ لي وليدي. صام اليوم وبغيت نشارك معكم الفطور اللي غنوجد ليه. خليكم معايا حتى الاخير ان شاء الله. انا البنات اول حاجه غنبدا بها واحد البريوش اللي تيجي رائع وفي متناول الجميع. كيف ما كتشوفوا درت كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء، غتعبروا بواحد الكاس ديال العنبه، وغنديروا واحد 2 معالق حتى ل3 المعالق ديال الدقيق الابيض او ما يسمى بالفرينه، معلقه ديال السنيده، ومعلقه ديال الخميره مملوءه كيف ما كتشوفوا تكون عامره. وغادي نخلطوا هاد سميتو هاد الحليب وهادشي كامل، هاد العناصر اللي درنا نحركوهم ونغطيوهم بواحد السلوفان، نحطهم في واحد المكان دافئ حتى يتفاعل الخميره مع الحليب، وغادي نرجعوا ان شاء الله باش نكملوا المقادير ديالنا. هنا بعد ما درت معلقه ديال السنيده غندير 2 معالق مازال، يعني فيما يعادل 3 المعالق ديال السنيده. وغادي ندير التنسيم كيبقى اختياري، انا درت القشور ديال الحامض والليمون وواحد الفاني، كيجي الصراحه المذاق رائع. بيضه واحده وكنخلط هكا باش كينسجم ليا البيض مع الخليط الاول اللي فيه الخميره والحليب والماء. وغنزيد نص كاس ديال الزيت وفيه معلقه ديال الزبده دايبه، وغنزيد دقيق تقريبا. هاد الخليط هذا غيهز معايا رابعه ديال نص كيلو عفوا ديال الدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا درت خماره وزلافه الاولى اللي هي رابعه ديال الدقيق، وغادا نبقى نزيد كميه بكميه حتى نشوف شحال ديال الدقيق غتدخل معايا، ولكن 100% غتدخل معكم تقريبا نص كيلو ديال الدقيق. نزيدو زلافه الثانيه البنات كيف ما كتشوفوا. صراحه هاد البريوش هذا جا قطني ورائع، وتبارك الله ما شاء الله عجب وليداتي وكلاوه، وصراحه ما ضاعت منه حتى شي حاجه. داكشي علاش بغيت نشاركو معكم وحتى نتوما ان شاء الله توجدوا لوليداتكم. انا هنا كيف ما كتشوفوا المناسبه اللي بين ولدي كان صام هكا اليوم نصف رمضان. النصف رمضان يا ربي تحفظنا وتحفظ جميع المسلمين يا ربي، وهكا ما فيها بس تشجعوا وليداتكم. كيف ما كتشوفوا زدت واحد الطريقه ديال الملحه، وغنكمل الباقي ديال الدقيق، يعني ما يعادل 2 زلايف تقريبا 150 250 اللي درت ديال الدقيق، اللي هي نص كيلو اولا 500 غرام ديال الدقيق. هنا بعد ما خلطته مزيان غادا ندير واحد شويه ديال الزيت في يدي، وغادا نغطيهم ونحطهم في واحد المكان دافئ، وندوزو نكملوا باقي الوصفات ديالنا. هنا بما انني غادا ندير واحد صوص شوكولا اللي تتجي رائعه، تقدروا ديروها في بانكيك، تقدروا ديروها في لي كريب، فالصراحه زوينه. وان شاء الله اليوم غادا نشاركها معكم باش غادي نصايبوا الصوص ديالنا. اول حاجه غناخذ واحد الميكسور، وغادي ناخذ كاس ديال الحليب ما عامرش، كاس ديال الحليب مجفف عامر مزيان، حيت هو هذاك الحليب مجفف هو اللي كيخلي لنا داك الشوكولا كتجي خاتره. هنايا كتاخذوا اي شوكولا عندكم، انا اختاريت هذه حيت كتعجبني ووليداتي تما تعجبهم. كاس ديال الشوكولا غبره حلو، نص كاس ديال السكر كلاصي، وواحد 2 ساشيات ديال الكاكاو مر اللي كيعطي واحد المذاق هائل لهاد الشوكولا هذه. هنا البنات صافي غادا نديرهم في هاد درتهم هنا الخليط كامل جمعته كيف ما كتشوفوا، وغادا نميكسيهم مزيان مزيان حتى كيولي عندنا واحد الخليط اللي ملس وكيجي صالح للدهن. اي حاجه كدهنوا كيصلح لها. ف من الاحسن هاد الشوكولا هذه ديروها على اتساع وتخليوها في الثلاجه باش كتختار لكم وكتجي عاقده. انا هنايا تقريبا درت
جوج درت كاس كبير ديال النيدو اولا كاس ديال العنبه، عمرته مزيان باش تجيني الكريمه خضره، ولكن الا درتوها قبل ودرتوها في الثلاجه كترتاح كتكون احسن. صافي هنا غنستمر بنفس الطريقه حتى تولي عندي داك الشوكولا كريمه اولا كريميه. عاد اش غادا نتوقف عن التخليط ديالها اولا نتوقف على الطحن ديالها. فهاد الميكسور هذا البنات اللي كيسولوني عليه الصراحه عملي بزاف وزويون في الخدمه ديالو. هنا غندوزو باش نصاوبو البانكيك. كما كتشوفوا درت كاس ديال الحليب ودرت نص كاس ديال السنيده، واحد فانيلا، واحد البيضه، وغادي نخلطو هادشي كامل ونزيدو الدقيق. عندي 160 غرام ديال الدقيق، يعني واحد الكاس ونص ديال الدقيق اللي غادي نديرو، كاس ديال العنبه والنص ديالو ديال الدقيق. بالنسبه لبنات السكر نص كاس اللي قلت لكم، يعني نص كاس يعني غديروا واحد 60 غرام ديال السكر باش تتفاداو ما تكونش حلوه بزاف. حنا غنديروا مازال الشوكولا، فلذلك الانسان ما يحليش اكثر من القياس. صافي غنخلط بنفس الطريقه وغادا نخلطو مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. حنا راه جا مول الدار وجاب ليا معاه الكفته وحطها حدايا هنايا كيف ما كتشوفوا. ف صافي غنستمر هكا بنفس الطريقه كيف ما قلت لكم حتى يولي عندي داك الخليط منسجم. حاولوا البنات ديروا نفس المقادير اللي عطيتكم باش كيجيكم البانكيك رائع. هنا درت واحد المعلقه ديال الزبده ذوبتها، هي اخر شيء كنديروها من الفوق وكنخليوه يرتاح تقريبا واحد المده ديال نص ساعه حتى ل 25 دقيقه باش كيجينا البانكيك رائع وفيه وكيجي مفشفش، ما كيجيناش مدقص من الداخل. هنا بعد ما خلينا البانكيك ديالنا كيرتاح، لقينا القرص ديالنا اولا البريوش ها هما ارتاحوا وتنفخوا معنا. ودابا غادي ندوزو باش نشكلوهم ونعطيوهم الشكل اللي بغينا. يعني انا شاركت معكم الطريقه ديال الخدمه ديالي كيفاش كنخدم، يعني ماشي غادا ندير البريوش ونبقى نتسنى فيهم حتى نقرصهم علاش نبارطاجيو معكم وندوز حاجه اخرى. لا، انا كندير يدي هنا ويدي هنا. فانا ذلك علاش كنحاول نشارك معكم الطريقه ديالي في الخدمه كيفاش كنخدم. هنايا البنات خديت واحد الميزان كنعبر فيهم 50 غرام حتى ل 55 غرام، كيجيو الحجم ديالهم هو هذاك، اولا 50 غرام حتى هي مزيانه. غنستمر بهم هكاك كاملين، ندير لهم نفس الطريقه ونفس العبار كيف ما كتشوفوا. كندهن يدي بزويته باش ما كتلصقش داك العجين، حيت العجينه كتجي خفيفه خفيفه لدرجه يلا كتقدري تحكمي فيها شويه. المهم البنات انايا فرحانه بزاف حيت ولدي اليوم ما تبارك الله هو في يلا المستوى الثاني عنده. فهذا شي حاجه اللي كتفرحك وكتحفزك وكتخليك حتى نتي تفرحي بوليداتك وتحسي بديك اللذه ديال ولدك تبارك الله صوم كيصوم ودار واحد المجهود. فحتى انا وجدت ليه طبيله وبالشهيوات اللي تيعجبوه. صافي البنات هنا بعد ما كملتهم كاملين غناخذ القريصه الاولى غادا ندير فيها النوتيلا اولا الشوكولا اللي كتعجبهم بالوليدات بزاف. غنديرها هكا في الوسط. حاولوا ما نخرجوش ديك الشوكولاط الجوانب باش ما يضيعش لينا في الطاوه ملي ندخلوه الفران. صافي البنات غنسد هكا مزيان ونحط في الطاوه. نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش، باش تاكدوا من الطريقه بالضبط. كنبغي نوريكم اي حاجه من القلب ديالي، ما كنبغي نخبي عليكم حتى شي حاجه. فكنتمنى ان شاء الله الدعم ديالكم والبارطاج، ولا عندكم شي عائله بارطاجيو معاها. فهذا كيبقى جزاء من عند الله سبحانه وتعالى، هو اللي غيجازيكم. ودعموني حتى انا تقريبا هذه راه عامين وانا دايره هذه القناه، ولكن الصراحه ما كاينش تفاعل، ما كاينش واحد انسجام مع ما كاينش واحد التفاعل مع
الوصفات اللي كندير واش ما تيعجبوش الناس واش سميتو. المهم انا كندير المجهود ديالي والكمال على الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للحشوه الثانيه غادي ناخذ آه، اللوز اولا كاوكاو ديرو بخانيني، اولا انا خديت صراحه داك املو ملي تيبقى داك التخت ديالو التحت تيبقى خاتر، فانا خديته ودرتوه هكا عماره تيجي حتى هو زوين، كيجي لذيذ بزاف. صافي درت جوج ديال الشكل ديال الحشوات، الحشوه الاولى بالشوكولا والحشوه الثانيه هي هذه كما كتشوفوا. درتها بالبخانيني اولا ب... باملو. فصراحه جا المذاق ديالها زوين ولكن ديال الشوكولا الصراحه بيني وبينكم ديال الشوكولا جات احسن واروع والذ، بالاخص مع النكهه ديال الليمون. بصراحه ما غنشكرش لكم بريوش حتى تجربوهم، وان شاء الله غادا تعجبكم حتى نتوما الوصفه ديال البريوش هادو. هنا بعد ما ساليتهم كاملين غندوز ندير لهم صفار البيض ونخليهم في الفران يخمروا، وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم كيفاش جاو ان شاء الله. غادي ندوزو دابا باش نطيبوا الكاب كيك ديالنا اولا البانكيك عفوا. غادي نطيبوه الصراحه في المقله اللي عندها كيف ما تيقولوا 7 وجوه، اللي صراحه زوينه، اول تجربه ليا معها ولكن زوينه. فكنصح اي حد زعما محتاج ياخد مقله ولا شي حاجه، فهاد المقله هذه صراحه زوينه، ما كندير لها لا اشهار لا حتى شي حاجه. واخا انا الصراحه خديتها بواحد الثمن رمزي من اوريفلام، كتخليني بواحد الثمن رمزي ولكن زوينه الصراحه بزاف. فالانسان اللي بغى يشريها فكنقول لكم توكلوا على الله، راها زوينه. غير انا مشاركه معاهم في اوريفلام تيخليو لك واحد الثمن بسيط، ما تيعطيوهاش ليك مي تيخليو لك واحد الثمن ناقص شويه. فهذه هي المقيله، خليتها حتى سخنات وكندير فيها واحد المعلقه اولا مغرفه صغيره ديال العود، المغارف اللي عاديين دوك القدامي اللي كانوا كيشربوا بهم شحال ديال الحريره. فخديت مغرفه وتنصبها في ديك المقيله، فكطيب لي واحد 7 ديال الحبات كتجي يا سلام. انا الصراحه خرجت لي 7 زائد 7 اللي هي 14، فكان واحد الكميه لا باس بها يعني كفاتنا ولله الحمد. وهنا البنات بعد ما كملت البانكيك ديالنا، فهذا هو الشكل ديال البريوش اللي درت معكم. هذا درت فيهم الكريم باتيسير والاخرين زينتهم بالحبيبات ديال الشوكولا، والبانكيك اللي زينته بالكيوي والشوكولا اللي صيبت معكم. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم. هذا على شرف ولدي حتى الصام اليوم، ودرت له هاد الطبيله هذه الشيوات اللي تيعجبوه. ومن طبيعه الحال درت ليه البرجر اللي تيبغي حتى هو، قال لي ماما ديري لي غير البرجر وعصير ديال البنان، فدرتهم ليه. كنتمنى ان شاء الله يصلح لكم وليداتكم وربي يهديهم يا رب، ويصلحهم ويهديهم يا ربي. ونتمنى ان شاء الله اي واحد عنده وليدات وصامو فانسان ما فيها بات يدير واحد المجهود وجد لهم طبيله اللي كتفرحهم. فكنقول لكم صيام مقبول ان شاء الله، ومع السلامه الى فيديو جاي ان شاء الله.
فكنقول لكم حياكم الله، مع السلامة، الى اللقاء.